السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة تسييح وتجهيز العجوة. فصل الشتاء العجوة بتبقى ناشفة كده، صعبة جدا. ليها طريقة كده في تسييحها عشان نجهز بيها اي معجنات او فطاير ونستخدمها بكل سهولة. هيبقى معايا كده بخلطة حلوة كده نبدأ نجهز بيها احلى معجنات واحلى فطاير بريحة وطعم. العجوة هتعجبك جدا جدا، وحتى لو هي قاسية هعلمك طريقة كده تقطعيها بيها بكل سهولة، وهتبقى معاكي طرية وحلوة جدا. وقبل ما نبدأ وصفتنا، اللايك والشير ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا. بصوا حبايبي، ده قالب العجوة بتاعي. في عجوة بتبقى طرية، بس طبعا في فصل الشتاء الأغلبية بتبقى ناشفة بالطريقة دي. القالب دوت ناشف. طب انا هستخدمه ازاي في حشو المعجنات بكل سهولة؟ شايفين أداة قشرة البطاطس ديت او اي قطاعة بطاطس عندك متوفرة. نبدأ كده نقطع القالب بتاعنا كده بكل سهولة. معانا بتقطعها رفيع ازاي؟ ده المطلوب، بتبقى رقيقة خالص عشان تسهل معايا تسييحها. بتتسيح في دقيقتين، ما تاخدش معايا وقت خالص. هحاول كده بالشكل ده ابشر قالب العجوة. قالب العجوة زي ما قلت لحضراتكم بيبقى قاسي كده او ناشف معايا. فبحاول بمقشرة البطاطس بسهل اللي هو يتبشر معايا بالشكل ده حبايبي بكل سهولة، ما بياخدش معايا وقت. او بالسكينة لو اداة البطاطس دي مش متوفرة عندك، ممكن نستخدم السكينة، بس السكينة بتبقى متعبة شوية. بالشكل ده حبايبي هحاول كده اقطع زي شرايط رفيعة حبايب قلبي بالشكل ده. ليه انا برفعها؟ عشان تسهل معايا انها تسيح بكل سهولة وما تاخدش معايا وقت. دقيقتين بالظبط كده تبص تلاقيها ساحت بعد ما كانت، بصوا بتتقطع ازاي ناشفة جدا. بعمل الخطوة دي او بقطعها رفيع، سواء بقشرة البطاطس او بالسكينة عشان تسهل معايا الشغل بتاعها. بصوا حبايبي، ده شكلها اهوت بعد ما اتقطعت، سواء بقطعة البطاطس او بالسكينة حبايبي، بتبقى ده شكلها عشان تسهل معايا الشغل. الطاسة بتاعتنا على النار. هبدأ حبايبي كده انزل بمقدار العجوة بتاعي، اي مقدار انت تفضليه. هنزل بيه الاول كده، بس اهم حاجة الشغل كله بتاع العجوة على نار هادية، ما تبقاش نار عالية لان بتتلطع بكل سهولة او بتتحرق. فانا عايزاها كده لونها حلو. هبدأ حبايبي كده انزل عليها بحوالي معلقتين من السمنة. السمنة دي حبايبي فايدتها انها بتساعد ان العجوة بتاعتي تبقى طرية كده، ولما بتقعد ما تنشفش معايا. تمام. هبدأ كده اسيح السمنة مع العجوة بكل سهولة كده بالطريقة دي، لحد ما احس كده ان العجوة بدأت تلين معايا. اهم حاجة يا حبايبي الخطوة دي هضيفها كده او هعملها على نار هادية جدا، معليش النار عليها خالص وما استعجلش. هي خلاص خلال دقيقتين هتبص تلاقيها بالشكل ده ما شاء الله. انا هنا ضفت كده رشة من القرفة، بتحلي طعم او بتبين طعم العجوة معايا كده. اللي مش بيحب القرفة ممكن يتغاضى عن المرحلة دي، بس هي بتدي تست حلو قوي للعجوة بتاعتي، بتظهر كده طعم وهفضل العجوة ايدي معايا. كده في العجوة بتاعتي هقلبها من فوق لتحت كده مع السمنة اللي ساحت، عشان الاقيها كده ما شاء الله بادئة تطرى معايا حبة في حبة كده. بصوا ما شاء الله بادئة تطرى ازاي. ده شكلها حبايبي. في المرحلة دي هبدأ كده بالشوكة، أبدأ كده هرسها. بصوا ما شاء الله بتلين معايا ازاي بعد ما كانت ناشفة في تقطيعها. بدأت تلين أول ما اتعرضت للنار مع السمنة حوالي دقيقتين كده. بصوا ما شاء الله خلاص اتلمت معايا بكل سهولة. اول ما تتلم هنزل بمعلقتين كده كبار من السمسم، حلوة قوي مع العجوة بتاعتي. وده شكلها حبايبي عبارة عن عجوة بمعلقتين سمنة. بصوا ما شاء الله طرت معايا خالص ازاي. هبدأ دلوقتي اشكلها عشان تسهل معايا الشغل لأي حشوة فطاير او اي معجنات. بتبقى حلوة قوي، خلطتها حلوة قوي. شوية من السمسم تست حلوة قوي مع العجوة. بصوا ما شاء الله. وطبعا السمنة اساسي، هي اللي بتديها كده القوام دوت. بصوا ما شاء الله جميلة وطرية ازاي، حولناها بعد ما كانت كده ناشفة. بصوا هنا ما شاء الله عملت كده كور بتسهل معايا
الشغل في المعجنات بتاعتي. وبكده حبايب قلبي خلصنا وصفتنا النهاردة. تعلمنا مع بعض طريقة تسييح وتجهيز العجوة بتاعتنا لأي فطاير أو معجنات بكل سهولة، مهما كانت العجوة بتاعتك قاسية أو ناشفة معاكي تقدري تسيحيها بكل سهولة وتجهزيها. اللي عجب وصفتنا النهاردة اللايك والشير، ويدعمني بالاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم.